يوم عيد المؤمنين أراد الله تبارك وتعالى أن يكون هذا العيد عيدا في قرية العبدلة مركز طوخ محافظة القليوبية. العقيقة المباركة لعريس الليلة الأستاذ عنتر سيد عنتر وأخواتك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لوالده فيهم جميعا، فأستأذنكم في ثواب الفاتحة وبركتها أن يبارك الله تبارك وتعالى للحج سيد عنتر في نجله عنتر، وأن يبارك فيه وأن يحفظه وأن يقر به عيناه وأن يجعله له أفضل مما يتمنى بإذن الله، وأن يبارك في ذرياتنا جميعا بثواب الفاتحة. انا اللي قلت عايزين كرسيين عشان المشايخ اجيبهم غدا بس بس كده. العفو يا سيدي. عم الشيخ ابراهيم ابو رفعت ضيفنا الكريم وضيف الوجه البحري باكمله، انا بستأذن حضرتك اتشرف بحضرتك هنا. كلنا نرحب جميعنا بفارس المنابر وفارس الكلمة وابن محافظة أسيوط وابن صعيد مصر فضيلة الداعية الإسلامي والعلامة الجليل الشيخ إبراهيم رفعت. أسأل الله أن يبارك فيه وأن يبارك في علمه وأن يحفظه لمصر وللإسلام ولأمة حضرة النبي. دعوة كريمة مباركة من الرجل الكريم الحج سيد عنتر أطال الله في عمره. مرحبا بالسيد النائب مصطفى بك النفيلي، ومرحبا بالسادة الحضور الكرام جميعا. أخي الحبيب العمدة حج عبد الحميد ثروة القاضي رحم الله والديه، وأخي الحبيب حج مصطفى فتوح، وأخي الحبيب الدكتور حسام إبراهيم. سيدنا الشيخ إبراهيم رفعت مرحبا بك دائما، مش هنقول مرة أخرى، احنا بنرحب بيك على مستوى الوجه البحري بأكمله وبمحافظة القليوبية خاصة. نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الداعية الإسلامية الشيخ إبراهيم رفعت. قارئنا في هذه الليلة فضيلة القارئ الشاب النابغ الشيخ عبد الله عبد الموجود التركي ابن برنامج دولة التلاوة. ومن هنا ومن هذه الليلة ومن هذا المقام ومن داخل قصور الضيافة المتنقلة العظيمة المباركة حج صبري للغني وأبنائه الكرام، أولاد صابر وأولاد بكر للأعمال الفندقية، جميعنا أيضا على أرض محافظة القليوبية نرحب بالشيف العالمي الذي يحتوي ويحمل لنا الخير على مستوى محافظات الجمهورية، الشيخ عمرو مسعد ابن محافظة كفر الشيخ وخاصة مركز سيدي سالم، شيخ الصلاة على النبي. أسأل الله أن يصلح له عمله وأن يعلي قدره وشأنه وأن يبارك فيه وفيما يصنعه للناس. أرحب أيضا بفضيلة الداعية الإسلامي الشيخ وجيه الطوخي علم مصر وفارس المنابر بجمهورية مصر العربية. صلاة وسلاما على نور الأنوار وسر الأسرار ورحمة الله الواحد الغفار سيدنا محمد النبي الهادي المختار وعلى آله الطيبين الأطهار وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. يا رب صل على حضرة النبي حتى لا يبقى من الصلاة شيء،
وبارك على حضرة النبي حتى لا يبقى من البركة شيء. وارض اللهم عن صحابته الأخيار وآل بيته الطيبين الأطهار وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. فهو نور الورى وصاحب مقام قاب قوسين أو أدنى. من صلى عليه سيغنم لكن من لم يصل عليه سيندم. هو الحبيب الذي تطلع حضرة النبي حتى لا يبقى من الصلاة شيء. ويا رب بارك على حضرة النبي حتى لا يبقى من البركة شيء. وارض اللهم عن صحابته الأخيار وآل بيته الطيبين الأطهار وسلم تسليما كثيرا. جائع خير من بناء 1000 جامع، وخيرا ممن كسى الكعبة وألبسها البراقع، وخيرا ممن صام لله دهرا في صيف والحر واقع، وخيرا ممن حمل سيفه وجاهد الكفر بسيف مهند قاطع. وإن الدقيق حينما ينزل في بطن جائع له نور عند الله كنور الشمس وهو ساطع. فهنيئا لمن أطعم في سبيل الله جائع. بارك الله للحج سيد عطا الذي جمع الأحبة من كل صوب وحد، من مصنع الرجال محافظة المنوفية، ومن مصنع الزعماء محافظة القليوبية، ومن أقطاب صعيد مصر، ومن واجهة جمهورية مصر العربية محافظة الإسماعيلية. شاكرا حضور احمد بن نوية القوات المسلحة المصرية وعمد ومشايخ البلدان بالقليوبية. افتتاح هذا المقام ابن دولة التلاوة فضيلة القارئ الشيخ أسامة بركات، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني.
فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا
قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله فنادته
عليك يا ابني. الله يا سيدي. الله يفتح عليك. لا لا بغنها براحتك خالص، براحتك لعند الصوت. الله يفتح عليك يا حبيبي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بكلمة من الله أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله الله يفتح عليك. ربنا يبارك فيك. الله يا شيخ أسامة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب الله يفتح عليك. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال رب أنى
قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم. ربنا يحفظك. ربنا يبارك لك. يا شيخ دكتور حسام، يا دكتور حسام، العمدة، 1000 مليار مبروك يا حضرة العمدة وعقبال فرح. مرحبا يا عم الشيخ عبد الله العسل، عقبال ليلتك يا شيخ عبد الله ان شاء الله كده وانت في الاذاعة المصرية وبعدين بالعروسة. وانت دخلت الاذاعة والتلفزيون يا ابني خلاص.
امال ايه العسل ده. شكرا للنابغة فضيلة الشيخ أسامة أحمد بركات ابن دولة التلاوة، عربية سوراتو سد السكة. خلي بالك العربيات السوراتو دي حتى بتضايقني وانا ماشي على الطريق، انا عايزهم يبيعوها خالص من السوق. في عربية سوراتو يا اسيادنا قفل الطريق، احنا في جو فرح وبنضحك خلي بالكم، يعني احنا نادرا لما نشتغل في فرح. فعم الحاج السيد عنتر النهارده مفرحنا بسيدي عنتر. عقبال فرح وان شاء الله رب العالمين. عم الحاج سيد عنتر يا عم سجل على التلفزيون وخلينا شغالين. التلفزيون ايه؟ احنا تلفزيون لوحدينا. تعالى يا عم الشيخ ابراهيم ابو رفعت يا اخوانا، احنا معانا خط الصعيد. عم الشيخ ابراهيم رفعت ده خط الصعيد، ما بنعرفش ننزل اسيوط ولا سوهاج ولا جنة ولا الاقصر ولا منلوي ولا سمسطة ولا اي مكان الا ما بلغ عم الشيخ ابراهيم ابو رفعت هناك. انا عاوز كل الاطفال اللي قاعده دي تتصور مع عريس اللي تعالى يا ابني تعالى، كل الاولاد الحلوين دول يجوا لي هنا، كل هات البنوته اللي هناك دي تعالى تصوري معانا يا بنوته، هات البنوته الصغيره زي شبه بنتي الصغيره دي. تعالي يا بنتي يا تقوى، انت اسمك تقوى؟ هات لكل الاطفال هنا صل على النبي، هات لكل الاطفال اللي في الحفله يقولوا هنا. الحفله ديت معموله النهارده علشان اطفال البلد جميعا. عم الحاج سيد قال انا اقدر اجيب كل قراء الاذاعه، لكن انا جايب القراء الاطفال الشباب الحلوين علشان اولاد بلدنا يشوفوهم ويتاسوا بيهم ويكونوا ان شاء الله بدايه طيبه في العبادة مركز طوخ. عايزين نعمل كتاب كبير وعايزين نخرج شباب حاملين لكتاب الله. ربنا يبارك فيك يا حاج سيد. علشان نحييكم المايك ما تدوسوش عليه. ربنا يبارك. انا هعمل اللي جبته لنفسي صح عم الحاج سيد؟ الله يفرحك. كلنا ندعي للحاج سيد وتحيه كبيره للحاج سيد ولعريس. نسقف سقفه كبيره لعريس الليله ربنا يبارك فيه. سقفه كبيره، سقف واد عنتر، سقفه كبيره لعنتر عريس الليله ربنا يبارك فيه لابوه ويحفظه. ليله قرانيه سيبهم صورتوا مبسوط. ربنا يبارك فيهم يا رب. لا عبد الله مش هيقرا دلوقتي، خليه ارتاح شويه. سيدنا الشيخ وجيه الطوخي فارس الكلمة وعالم الأعلام، أدعوه الآن إلى المنصة. أين هو؟ تحية كبيرة للشيخ عمرو مسعد شيخ الصلاة على النبي، وكل اللي أكل من تحت إيد الشيخ عمرو مسعد يحيي تحية كبيرة في أرض القليوبية. تحية كبيرة للشيخ عمرو مسعد. سيدنا الشيخ وجيه طوخي. انا بحب اسم الطوخي علشان يا اسيادنا له تاريخ معانا. عربية كام؟ عربية شوفرلي اوبترا سودا كام؟ ده الجيم 6951. عمي صاحب العربية 6951 ده الجيم شوفرلي اوبترا يفتح الطريق. كان عندنا ضابط من طوخ اليوبية راح عندنا الاسماعيلية في اول التسعينيات، وهو اللي رسم لينا الخريطة الطيبة عن محافظة القليوبية. انا كنت عيل صغير كده ايامها، كنت بختم عليه في بيتنا وفي مضيفتنا. اسمه حضرة الضابط ابراهيم الطوخي رحمة الله عليه وبارك الله في ذريته.
فاسم الطوخ ده عايش جوانا، ومركز طوخ له معايا ومع ابويا ومع عيلتنا ذكريات عظيمة مش هقدر احكيها طبعا، انا مش جاي احكي لكم عن التاريخ بتاعنا هنا، بس انتوا بنحبكم لله. فضيلة عم الشيخ وجيه طوخ، يلا يا مولانا نستمع اليه في هذه الكلمة، وبحضور نجم دولة التلاوة فضيلة الشيخ عبد الله عبد الموجود التركي في ليلة العرس والفرح والتهنئة لعم الحاج سيد عنتر بعقيقة نجله الاستاذ عنتر. عقبال الفرح وان شاء الله يا عم الحاج سيد. خلاص كده جميل كده. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، حي الله تبارك وتعالى هذه الوجوه الطاهرة، وأسأل الله عز وجل أن يبيضها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني والجمع المبارك مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، إن ربي على كل شيء قدير. إن كانت من كلمة أيها الأحباب فهي كلمة عظيمة عن سيدة من سيدات بيت النبوة، عن عظيمة من العظيمات، عن الزهراء البتول فاطمة بنت سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. سريعا أيها الأحباب، ولدت فاطمة رضي الله عنها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنين، وعمر النبي عليه الصلاة والسلام 35 سنة، وقريش كانت تبني الكعبة المشرفة، وكانت أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وسميت بالبتول. قال ابن حجر: لأن الله بتلها أي قطعها عن باقي النساء شرفا وحسنا وجمالا، وسميت بالزهراء لأنها كانت تشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، أي أبيض مشرب بحمرة، وكانت فاطمة تشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت كنيتها أم أبيها، كما قال الإمام الطبراني عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: كانت كنية فاطمة أم أبيها، وذلك لأنها كانت تشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها سئلت ثم قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها. فاطمة يا عباد الله، أبوها من؟ وأمها من؟ وزوجها من؟ وأبناؤها من؟ أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفيها ذلك من الشرف والفخار. أمها خديجة المؤمنة الأولى
الذي أرسل إليها رب العالمين السلام عن طريق جبريل عليه السلام. هذه الصابرة المؤمنة التي ثبتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادئ دعوته. وزوجها من؟ زوجها علي الإمام البطل المجاهد، قال فيه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص، قال له: يا علي، أما ترضى أن تكون مني كمنزلة هارون من موسى عليه السلام، إلا أنه لا نبي بعدي. أبناؤها من؟ الحسن والحسين ومحسنة وزينب الكبرى وأم كلثوم، هؤلاء أبناؤها. أما الحسن سيد شباب أهل الجنة. في صحيح البخاري قال الحسن البصري: سمعت أبا بكرة يقول: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر والحسن بن علي إلى جواره، فظل يقبل على الناس مرة وعليه مرة، ثم قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان، فلما آلت له الخلافة تنازل عنها لمعاوية حقنا للدماء وللصلح بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ابنها الحسين، وما أدراك ما الحسين، سيد شباب أهل الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. حسين سبط من الأصباط. ويكفيه شرفا أنه مات مقتولا مجاهدا يدافع عن الحق وأهله. وأما زينب الكبرى فتزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. وأما أم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب. هؤلاء أبناؤها يا عباد الله. فهي بنت من؟ أمها من؟ أبناؤها من؟ فهي بنت من؟ زوج من؟ أم من؟ من يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تروم هداها. سريعا في دقائق مناقبها يا عباد الله. الثغور الباسمة في مناقب سيدتنا فاطمة. أولا هي بضعة طاهرة مباركة. في صحيح البخاري من حديث المسور بن مخرمة قال صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني يغضبني ما يغضبها. وقال كما في الطبراني من حديث علي بن أبي طالب قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة: إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فاطمة من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة كما عند الترمذي: سئلت: من أحب الناس إلى رسول الله؟ قال: فاطمة من جهة النساء، وزوجها من قبل الرجال. كان يحبها حبا جما، كانت تشبه النبي في كل شيء. قالت عائشة كما عند أبي داود: ما رأيت أحدا أشبه برسول الله هديا وسمتا ودلا من فاطمة. وكانت إذا دخل عليها قام من مجلسه وقبلها بين عينيه وأجلسها عن يمينه. فاطمة يكفيها أن نسل آل البيت كلهم منها. فنسل آل البيت من علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي وفاطمة رضي الله عن الجميع. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عائشة قالت عائشة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال:
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولما جاء نصارى نجران يجادلون رسول الله في المسيح قال رب العالمين له: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد دعا فاطمة وعليا والحسن والحسين وقال: اللهم هؤلاء أهلي. أذكركم بشيء ولكن هو شيء مهم، أذكركم بصبر فاطمة على الابتلاء. صبرت منذ أن جاء النبي بالرسالة. وانتبه، الكلام قد يبكي ولكنه مهم، والمحفل إنما محفل فرح، فآثرت أن أذكره. فاطمة رضي الله عنها أصغر بنات النبي، فعاشت معه جميع مراحل الحياة، فصبرت حينما جاء عقبة بن أبي معيط ووضع سل الجزور على رأسه، نما الخبر إليها، جاءت فنظفت رسول الله وصبرت على إيذائه. وصبرت أيضا يوم حوصر النبي في الشعر وهي طفلة صغيرة حتى أكلت ورق الشجر. وصبرت أيضا حين ماتت أمها رضي الله عنها وهي بنت صغيرة لم تكن تزوجت بعد، فصبرت على ذلك واسترجعت. وصبرت في حادثة الهجرة لما هاجر النبي وتركها وزينب، ثم أرسل أبا رافع ليأتي بها وبأختها. وصبرت أيضا يوم أحد، يوم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام وسال الدم الشريف على وجهه الأنور، صبرت على ذلك صبرا عجيبا. بل صبرت يا عباد الله على موت إخوانها، فمات القاسم وعبد الله وإبراهيم في حياتها. صبرت على موت أخواتها، ماتت زينب ورقية وأم كلثوم في حياتها وهي صابرة محتسبة. ثم أتى المصاب الأعظم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. صبرت على ذلك صبرا عجيبا. في البخاري من حديث أنس قال: دخلت فاطمة على النبي عليه الصلاة والسلام في وجعه الأخير فجعل يتغشاه، فقالت فاطمة: وكرب أباه. فقال لها النبي: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم جعلت تقول: وأبتاه، أجاب ربا دعاه، وأبتاه إلى جنة الفردوس مأواه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه. ثم لما قبض النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما رؤيت مبتسمة بعد ذلك، وأنشدت تقول: اغبر آفاق السماء وكورت شمس النهار وأظلم العصران، فالأرض من بعد النبي كئيبة أسفا عليه كثيرة الرجفان، فليبكه شرق البلاد وغربها، وليبكه مضر وكل يمان، وليبكه الطود المعظم جوه، وليبكه البيت ذو الأستار والأركان، يا خاتم الرسل المبارك ضوءه، صلى عليك منزل الفرقان. ثم ما رؤيت مبتسمة حتى لحقت به بعد 6 أشهر، ويوم وفاتها كان يوما عصيبا.
فقالت لمولاتها أم رافع: ائتيني بماء، فجهزت لها الماء فاغتسلت ولبست أفضل الثياب، وقالت: اجعلوا رحلي في وسط الدار، ثم نامت عليه وقالت: إني مقبوضة، ثم قبضت رضي الله عنها. هذه فاطمة، فاللهم بحبنا فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها اغفر لنا الذنوب جميعا، أنت خالقنا وبارينا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. طبعا كلام عم الشيخ وجيه الطوخي جميل، وأجمل ما قيل في نهاية الخطبة: اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، يعني آل البيت، آل بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حب آل البيت، وارزقنا رفقة آل البيت، وارزقنا بركة آل البيت، وبارك في ابننا عنتر ببركة آل البيت، وبارك في جمعنا كما باركت لآل البيت، واحفظنا واحفظ مصرنا ببركة آل البيت، واحفظ الأمة الإسلامية ببركتك يا الله، ثم ببركة حضرة النبي وبركة آل البيت يا ربنا. لا تجعل ديارنا خريبة، واجعلها عامرة بذكرك يا أرحم الراحمين. يا ربنا استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك يا أرحم الراحمين. شكرا سيدنا الشيخ وجيه الطوخي، وشكرا لكل السادة الدعاة والعلماء. مرحبا بالعمد وبالمشايخ وبكل من وفد إلى هذا الحفل وهذا العرس، باسم الرجل الكريم حج سيد أبو عنتر، وباسم عريس الليلة الأستاذ عنتر. بل فرحك إن شاء الله. مرحبا يا عم حمدان، الشيخ علي أبو موسى، حج عماد، وعم الحج عبد النعيم، والمهندس أحمد حسيني، وكل من وفدوا إلينا. سيبهم الصور. لا بعد اذنك يا عم الشيخ ابراهيم، احنا هنستسمحك النهارده، احنا في عرس وانت ما بتروحش الا في افراح والناس بتحبك. يعني انت قدومك مش زي وشنا، احنا وشنا وش تاني. ان غالبيه الشغل بتاعنا في حاجات تانية مش عايزين نذكرها، لكن انت وش الافراح يا عم، عقايق وافراح وذبح وعمر مسعد وشيف الصلاه على النبي ومولعينها مندي وخرفان وجديان، انما احنا بنروح مياتم يا عم. الله يسهل عليكم انتوا ما شاء الله، اللهم صل على وجاتوه وحلويات. عم عمرو مولع لك الدنيا جو. ماشي يا عم عمرو يا مسعد، ربنا يصلح حالك. انت ضيفنا النهارده في القليوبيه بلدنا الثاني، وربنا يوفقك انت وعم حمد ابو بيومي، ربنا يطول عمرك. وعمي الحاج صبري عبد الغني، ده اسمه ممثل في التلفزيون مش بتاع فراش. مش عارف جايب لي الاسامي دي منين، انا حاجه صعبه.